والتقاليد الغذائية ديال الوجادة في شهر رمضان تطورات ما بين زمان واليوم. وانا شحال هادي كنديرو غير الحريره والكاطو، هكا الكاطو كما كان نديرو ساقنته، نديرو بركوكش بحال هكا كما دابا، ونديرو زلابيه نسقدوها بيدينا، ما كناش نشريوها، كنا نسقدوها بيدينا، ما كنا نشريو حتى شي حاجه. وكنا نستقبلوا سيدنا رمضان، ومنين يوصل الوقت ديال الوز كيخرج برا يلعب، ومنين ما كنا نمشيو للصلاه لا والو، ما كانوش يقولوا لنا الوالدين راك عارف. واليوم راه تبارك الله كلشي تطور، ولاو الوليدات كيمشيو يصليو والبنات كيمشيو يصليو مع والديهم، يعني ما بقاتش كي كانت، ماشي كي نهار الاول. دابا الحمد لله تطورت الدنيا. خلال شهر رمضان كان في اواخر شهر شعبان كنستقبلوا الشهر الكريم، كنتقداو العطور، قطاني، الزلابيه، المسمن، الحرشه، المقروط. وخلال شهر رمضان طاولة رمضانية كتضمن الزلابية، المقروط، التمر، الحريرة، بركوكش، شيشة، الخبز هو المطلوع، حنا كنسميوه عندنا المطلوع، قهوة حليب ولا اتاي والكعك وسلو وتقنته. الا كان عندنا الضيف كنقسموا الرجال بوحدهم ونساء بوحدهم، وإلا كنا غير عائلة كنجتمعوا على طله واحده، كنسحوا 10 دقائق، والرجال كيمشيو للتراويح والنساء كذلك التراويح. من بعد التراويح الرجال كيمشيو للقهوه، وكيحنوا العيالات كنوجدوا السحور، كيتضمن بعض الخطرات كنديروا البرقوق واللحم، الصفه، ومن داكشي على حساب العائلات مو كيبغيو. بعض الاحيان الدراري الصغار كنعطيوهم غير نص نهار يصوموه، ونص نهار الثاني كياكلوه، كنبقاو هكا يومين 3 ايام كنعطيوهم نهار كامل، وكنلبسوا لهم في داك النهار، كنلبسوا لهم، كنفرحوا بهم، نعرضوا العائلات، كيجتمعوا العائله، كنفرحوا بدوك الدراري، كيجيبوا لك كادو، والبنيات كيلبسوا كشطات صغيرين ولا كسوه وجديه. حنا النساء كيلبسوا حتى حنايا كسوه تقليديه باش كنستقبلوا هذا النهار الشهر الكريم. ملي كنت صغيره كنت مره نصوم في الصباح مره في العشيه، كنت كنخيط النهار. من دابا حق عليا بقيت نصوم النهار كامل، وراني فرحانه، ووالديا فرحانين بيا، وفرحانه بهاد الكتيبه اللي راني دارسها. كنتمنى هذا رمضان يدخل علينا بالصحه والعافيه على الوجاده وعلى المغاربه كاملين. أما العلاقات الإنسانية بين العائلات الوجدية كتزيد كتوطد في شهر رمضان، وكتكاثر الزيارات العائلية، وحتى الموسيقى اللي كيستمعوا لها وجادة في رمضان غالبا ما كتكون عندها طابع ديني. تكون يعني علاقه زينه وكثر، يعني بحال هكذا، يعني بنادم من يصلي التراويح المسائل كتمشي يعني العائله، يعني بحال مثلو تمشي عند دار عمك وهما يجيو عندك، فهمت؟ يعني كل نهار كدير يتعشاو عند واحد، يعني مور صلاه التراويح، يعني هنا بدا في وجده عاده، يعني كل واحد كيمشي يعني مور صلاه التراويح يمشي بنادم يتعشى عند شي واحد اخر. الموسيقى اللي قبلوا في رمضان هنايا كشي نتاع الامداح، وكاين اللي عاود لي بغير الراي، كاين اللي موسيقى صامته، كل واحد يعني ما كانش شي اقبال يعني كبير على بحال هكذا الراي، ولا تقريبا الان.